تصدقوا بقى ان احنا كنا بنقلي السمك غلط. تعالى اقول لكم الطريقه الصح المظبوطه اللي بيستخدموها المطاعم لقلي السمك. بتخلي لونه يطلع ذهبي مقرمش، مش شارب زيت خالص، بيطلع من الاخر تحفه. تعالى اقول لكم كل التركات واسرار المطاعم للسمك المقلي، بس ما تنسيش لايك شير كومنت اعرف رايك. اول حاجه انا النهارده هقلي سمك بولتي عادي، وغسلته بالطريقه العاديه خالص بالملح وشطفته بالميه كويس، وتبلته بتتبيله الثوم العاديه جدا، اللي هي ثوم مع شويه هلسه شطه مع شويه ملح وفلفل وكزبره وكمون وفلفلايه رومي حاميه او هريسه شطه وليمون طبعا. وطبعا ظبطنا السمك بتاعنا وعملنا له فتحات من بره. بس في المطاعم بقى بيعملوا حاجة مختلفة عننا، وهي خلطة كده اسمها التلحيسة. التلحيسة دي أنا بجد عملتها، خلت السمك اتنسف، السمك هيتاكل بالجلد بتاعه والشوك كمان. حاجة كده تحفة هقولكوا عليها. هنحط كوبايتين من الدقيق، عليها ملح، فلفل، عليها كمون، كزبرة، شوية من الكاري وشوية من الكركم، وكمان هنحط معلقة صغيرة من بهارات السمك، وكمان هنحط باقي التتبيلة اللي احنا تبلنا بيها السمك اللي هي تتبيلة الثوم، ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة، ومعلقة نشا. وننزل بقى بالمية ونفضل نقلب في الخليط ده لحد ما يكون قوامه خفيف. هكتب لكم كل المكونات دلوقتي على الشاشة عشان تشوفوها. هنمسك بقى السمك بتاعنا، هنتبله بالدقيق عادي، نعفره بالدقيق من بره ومن جوه، هنغطيه بالدقيق بالشكل ده. وبعد كده هننزله في خليط التلحيسة، وفي نفس الوقت يكون الزيت عندي ابتدى يسخن، مش سخن قوي بس ابتدى يسخن. هنزله في خليط التلحيسة دي ومنها على الزيت على طول. اهو بعملها تاني قدامكم عشان تركزوا. بناخد من خليط الدقيق، بنحط الدقيق من بره ومن جوه وبنغطيها كويس. وبعد كده الدقيق ده على فكرة مش عليه اي حاجة، دقيق بس. بعد كده بنزله في خليط التلحيسة، وبعد كده من خليط التلحيسة دي على الزيت السخن شوية، يعني ما يكونش سخن جامد عشان السمك ما يتحرقش. وبس، وعلى نار متوسطة. اول ما يبقى لونه ذهبي من تحت بروح قلباه على الناحية التانية، وبس كده، وتقدموه بالهنا والشفا. السمك بقى لما بيطلع كريسبي، بيطلع لونه ذهبي قوي، كمان ريحته حلوة قوي، وكمان مش قادرة اقول لكم مش شارب زيت، خفيف، طعمه حكاية. بجد جربوها هيعجبكم قوي. ما تنسوش لايك وشير وكومنت اعرف رأيك.